السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما الجديد على القناة أخواتاتي. اليوم بإذن الله جبت لكم الرخامة بطريقة بسيطة وراقية في المنظر. ما كاين لا عصاب ولا تهراس ولا حتى شي حاجه ملي تكونوا تقطعوا فيها بالموس. كاين بزاف الاخوات كيعانيو من الرخامه، كيحماقوا على المذاق ديالها، ولكن ملي كيجيو يقطعوها كتهرس ليهم. اليوم جبتها لكم ان شاء الله بهذه الطريقه البريستيج، يعني كتجي خطيره في المنظر وحتى في المذاق، وكتجي تحمر الوجه في البلاطوات وفي المناسبات وحتى في الاعراس. يعني الا حطيتيها عرفتي شنو حطيتي ما كيعرفوش الناس حتى كيفاش درتي ليها. اليوم باذن الله غنشارك معكم الطريقه بالتفصيل الممل باش تتوما تحضروها، لانها بسيطه بزاف. وخا المنظر كيبان لكم كلشي كيتسائل كيفاش كتولي تجي فحال الرخامه، ولكن راها ساهله بزاف بزاف. تابعوا معايا لا فيديو من الاول الى الاخير، وكنتمنى يا ربي يعجبكم. غناخذ واحد نص كيلو ديال الكاوكاو البلدي اللي انا ديجا محمراه. هاد الكاوكاو انا ديجا محمراه في الفران وحاطاه. خديت منه واحد 500 غرام. غادا نعبرها هكايا في الميزان. بالنسبه للكاوكاو اختاريت هذا البلدي هذا لانه كيكون بنين كيف ما كنعرفوا. بغيتو تاخذوا هذاك المقشر، غادي نتقليوه في الزيت اولا ديروا ليه شويه ديال الزيت وتدخلوه للفران حتى ياخذ لون مذهب. ما تحمروش بزاف باش ما يجيش الكاوكاو ديالنا في بنه ديال المروره. المهم يمكن لكم تستعملوا هذا اولا تستعملوا المقشر بحال. هنايا بغيتو تحيدوا لي القشره حيدوه، ما بغيتوش ما تحيدوهاش. انا راني ما حيدتهاش، طحنته في 1 2 3 حتى حصلت على هذا البودغ هذا واللي كتكون شويه ما منيلاش. يعني كاين واحد الحبيبات ديال الكاوكاو كنحسوا بهم. هنايا غنخلطوا هاد الكاوكاو ديالنا بالعسل. هنايا عندي واحد المعلقه ديال الكراميل باقا ليا من الصابلي، كنلصق به الصابلي. ذوبتها شويه فوق البوطه ودرتها باش تغني ليا المذاق ديال الكاوكاو. يمكن لكم نتوما تستغناو عليها، ماشي ضروريه، غير انا بغيت نزيد نغني المذاق ديال هاد الكاوكاو هذا. صافي عندي العسل اللي انا محضراه في الدار، غادا نبقى نخلط فيه. في الكاوكاو هنا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال الزبده حيوانيه باش تعطيني حتى هي واحد المذاق. يعني ماشي ضروري الزبده والكراميل، انا غير زدتهم باش يعطيوني المذاق للكاوكاو ديالي. اما العسل والكاوكاو هما المكونات الرئيسيه في هذه الوصفه هذه. كتبقاو تجمعوا بالعسل هذا الخليط ديالكم كتسيوه باليد اليسريه، وكتبقاو تزيدوا غير بشويه بشويه، ما تجريوش الخليط ديالكم، وفي نفس الوقت ما تخليوش يتفرتت. ها نتوما غتشوفوا القوام اللي غنحصل عليه. خلطوا بالملعقه ولا خلطوا بيديكم. الا حسيتوا بك يلصق لكم في يديكم ديروا واحد شويه الماء زهر كيف ما درت انا دابا. في الاخر غسلت يديا ودرت شويه الماء زهر صافي، وجيت كنشوف الخليط هو هذاك. دابا غناخذ هذا السيليكون، هذا هو اللي غنخدم به. كيف ما شفتوا معايا ذوبت هنايا الشوكولاط كالا الاسود وذوبت الشوكولاط كالا الابيض. هنا استعملت كالا لانها كتكون مزيانه كندوبوها بلا زيت بلا حتى حاجه. بالنسبه للطريقه كناخذ شويه من الشوكولاط، يعني ما كنحتاجوش كميه كبيره في الشوكولاط في هذه الحليوه. شوفوا الطريقه كيفاش كندير صبعي هكايا في الشوكولاط وكنحطو هكايا عشوائي في ديك الحفره. كندير حطه من هنا وحطه من الهين بصفه عشوائيه، يعني ماشي تقادوه ولا شوفوا كيفاش كنحطوها نتوما، راه الفيديو واضح. كنحط شويه من هنا وشويه من هنا وكنمشي وكنطلع شويه الفوق. يعني ما تحطوش غير في التحت فقط، يعني طلعوا شويه مع الجناب، غير جوج حطات، وحده من هنا وحده من هنا. وسيروا بحال هكا وخليو هاد الشوكولاط ابيض حتى ينشف. عاد نكمل معكم ان شاء الله الطريقه. كيف ما شفتوا معايا الطريقه راها واضحه في الفيديو. ضروري نستعملوا يدينا. كاين شي اخوات يقول لك علاش نستعملوا يدينا بحال هكا؟ العادي حنا راه يدينا دائما في الخدمه. كنديروا بحال هكا بالصبع باش تحكمي في الحطه ديال الشوكولاط الابيض. اما جيتي ديري الملعقه ولا شي حاجه راه غادي تكبي الشوكولاط. حنا باغيين غير واحد المسحه ديال الشوكولاط في هاد القاع ديال السيليكون. صافي دابا غنخليه حتى ينشف. كان انا حدايا الكونجيلاتور كنحطو دغيا في الكونجيلاتور في واحد البلاطو وكنحطو ينشف. اون فوا ينشف غادي ناخذ شوكولاط اسود وغنبدا نضيف ملعقه كبيره في كل حفره بهذه الطريقه هذه. الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا ساهله وبسيطه، ولكن النتيجه اللي غنحصلوا عليها كتحمق. بالنسبه للاخوات اللي كتعصبكم الرخامه وكتهرس لكم، هذه هي الطريقه. دابا غناخد الكاوكاو ديالي كيف ما شفتوا معايا. هذا هو القوام ديالو. كنكورو كنبسطو شويه على قد ديك الحفره وكنحطو في الحفره وكنضغط عليه غير شويه باش يطلع ليا الشوكولاط من الجوانب. ها نتوما
كديروا واحد الكمية ديال الكاوكاو، يعني ماشي شوية، كديروا بحال هكا واحد الكمية وكتحطوها، كتضغطوا شوية كيبان لكم الشكلاط طلع كتحبسوا. حنا عندنا الغرض ان الشكلاط يطلع لينا مع الجناب والحشوة تجي لداخل. الطريقة كيف ما شفتوا معايا ما كاين ما بسط منها. كنستمر بهاد الطريقة هادي حتى كنحط الحليوات ديالي كاملين. كيف ما شفتوا معايا هذيك الطريقة الأولى، هذيك الحركة الأولى اللي درنا ديال الشوكولات الأبيض والشوكولات الكحل، وملي كنحطوا الحشوة هذيك هي اللي كتخرج لينا الشكل من التحت على شكل رخامة. كنضغطو كيف ما شفتوا معايا، كنضغط انا غير شويه يبان ليا الشكلاط بان ليا صافي، كنحبس ما نضغطش بزاف، وكنوضع واحد شويه شكلاط اسود غير ندرج الحشوه. يعني هاد الحليوه ما كتبغيش الشكلاط بزاف بزاف، كتجي طبقه سميكه وغليظه، كتجي واحد الطبقه لتحت غير شويه باش كيتغطى لينا الكاوكاو فقط. كيف ما شفتوا معايا كنحط الشكلاط القياس اللي غيدرج الكاوكاو وكنحبس. اللي بغى يخلط الكاوكاو بشويه العسل الحر يخلطوا، لان حنا ما غنطيبوه ما والو، غادا غير تخلطوا الكاوكاو بعسيله حره وديروها في هاد الحليوه هادي، يعني غتاكلوا شي حاجه زوينه. غنستمر حتى نكمل السيليكون ديالي كامل. الطريقه كيف ما شفتوا معايا بسيطه، اللي عندكم جوج راه غتجيكم سهله، اللي عندكم واحد راه غادي ملي تحيدوا هاد الحليوه غتعاودوا تاني تعمروا بنفس الطريقه. بالنسبة للكمية اللي كيخرج هاد نص كيلو ديال الكاوكاو في هاد الحليوة هادي، كيخرج 60 حبة حتى 64 حبة. يعني تبارك الله ما شاء الله، غير بنص كيلو ديال الكاوكاو كتحصلي على 60 حبة ديال الحليوات اللي كيكونوا راقيين في المنظر، كيحمروا الوجه في الأعراس وفي المناسبات وفي الأعياد، والمذاق رائع بزاف بزاف، ما قال قطع، ما قال تهرس، ما قال حتى شي حاجة. يعني بسيطة بزاف، هاد السيليكون كيسهل العملية. كنصحكم تشريو هاد السيليكون لانه رائع بزاف وسهل عليا الرخامه. يعني دابا الرخامه اللي كيخمم فيها هذا هو السيليكون اللي غينفعك. كيف ما شفتوا معايا الطريقه راها بسيطه، كنكور شويه ديال الكاوكاو وكنحطو كنضغط، كيطلع ليا الشكلاط كيطلع صافي كنحبس، كنبقاش نضغط في الكاوكاو حتى نهبطو حتى لتحت، غير واحد الضغطه باش يطلع الشكلاط مع الجناب صافي. كنحط الشكلاط هكا على الوجه من الفوق، غير واحد شويه باش تغطى لينا ديك الحشوه فقط. يعني هاد الحليوه ما كتجيش عامره بالشكلاط، يعني ملي كتاكليها راه الحشوه كاينه مزيانه لداخل كثار من الشكلاط. كنتمنى يعجبكم هذا الاقتراح يا ربي، وتجربوه وغترحموني عليه وغتشكروني عليه، لانه بسيط بزاف بزاف، والدراري كيموتوا على الحلوى ديال الرخامه. يعني يمكن لكم تصاوبوها بعينيكم مغمضين في اي وقت يطلبوها منكم بلا ما تخموا في التهراس ديالها اولا التشقاق ديالها. دابا دخلت هذاك السيليكون ديالي الفريغو، الكونجيلاتور، وجيت ما نضيعش الوقت، بديت كنكور ونحط حدايا في الطبسيل، كنكور ونحط، كندير واحد النقيطه ديال المزهر في يديا باش ما يلصقش ليا الخليط ديال الكاوكاو. هو اصلا ما كيلصقش، ولكن من الاحسن نديرو نقيطه باش ما يعمرش لينا يدينا. كنبقى نحط هكا باش تجيني ساهله، ملي نبدا ندير في الشكلاط كنلقاه حدايا واجد، ماشي عاد نبدا نكور. المهم راه ضروري ما نديرو داك السيليكون في الكونجيلاتور عاد نحيدوه باش نحصلوا على نتيجه مفينيه وغزاله. دابا جبدت الخليط ديالي، جبدت الحليوه ديالي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات رخامه رخامه. شوفوا البريون ديال الشكلاط من الفوق، ها نتوما انا غنحاول نوريه لكم. البريون ديال الشكلاط جا كيبري. وقولوا لي واش ما نستاهلش واحد اللايك على هاد الحليوه هادي وعلى هاد السهوله ديالها، لان الرخامه كانت بزاف الناس كتعصبهم على قبل التهراس، ولكن هاد السيليكون هذا جات خطيره الرخامه بمعنى الكلمه. صافي كنزولهم بطريقه بسيطه كيف ما شفتوا ساهلين. شوفوا كيفاش كيبري الشكلاط، انا كنقرب لكم. شوفوا على شكل رخامه تماما. اللي بغى يقلب يدير الشكلاط الاسود هو اللي لتحت والابيض هو اللي الفوق، يبقى لكم الاختيار، ولكن انا فضلت ندير الشكلاط الاسود. وساليت دابا غنعمر السيليكون ديالي بنفس الطريقه عاوتاني، وغادا ندخلو تاني الكونجيلاتور وغادا نخرجو. وبالنسبه للكاوكاو اللي انا كورت دابا واجد، غادا تجيني الطريقه دابا سهل من الاول.
وبغيت نعاود معاكم هاد الحركة هادي باش تشوفوا كيفاش كتشوفوا النتيجة ديالها كيفاش خرجات. يعني كتحاولوا تمسحوا داك الشوط الابيض شويه لتحت في القاع ديال السيليكون وشويه في الجناب الفوق، صافي غير 2 مرات في كل حفرة، وملي كينشف كنكملوا العملية ديالنا كيف ما شفتوا معايا في الأول. بالنسبة لحلوة اللوز اللي كتشوفوها قدامكم إن شاء الله غنشاركها معكم في الفيديو اللي من بعد هذا إن شاء الله. نتوما غير ما تبخلوش عليا بواحد اللايك اخواتاتي، ما عرفتش علاش ما كديروش اللايك، واش ما كتعجبكمش الحلوه ولا ما كيعجبكمش المحتوى. لان بزاف الاخوات كيتفرجوا وما كيديروش ليا لايك. كنتمنى هاد المره ما تبخلوش عليا لانها حليوه كتستاهل وطريقه بسيطه وكتسهل الامور. ما تبخلوش علينا اخواتاتي، الله يجازيكم بخير. صافي غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الحفيرات كاملين. بحال هاد الحليوه تصايبيها حتى الليل العيد في الليل وكتكون واجده، يعني ما كتبغيش واحد الوقت وما كتبغيش الفران، يعني غير الكونجيلاتور وغير تبركي وتصايبيها ما تنوضي ما والو. يعني كتكون حليوه ساهله حتى لاخر لحظه، دقيقه 90 وتوجديها. وبنص كيلو كاوكاو كنحضروا 60 حبه ديال هاد الحليوات هادي. اما الا درتي كيلو ديال الكاوكاو راه غتخرج لكم تبارك الله اكثر من 100 حبه. يعني واش ما كاينش سهل من، يعني سهل من هاد الحلوى راه ما كاينش. الطريقه هي هادي، عاودت معاكم السيليكون الثاني باش تشوفوا الطريقه. صافي كملتو كامل بنفس الطريقه وغنديرو في الكونجيلاتور. ومن بعد غادا نجي نقدم معكم الحليوه ديالي في طبق التقديم. غادا نوضع كل حليوه في داك الكويغطات. هاد الكويغطات ديال النيلو بيضين كيبقاو راقيين حتى هما، ما تاخذوا حتى لون، خذوا غير الابيض كيجي راقي في المنظر. والرخامه ديالنا هي هذه تبارك الله ما شاء الله، جات خطيره، جات كتبري كتلمع. حاولوا ما تحطوش يديكم على الوجه ديالها من الفوق باش تبقى ديك اللمعه ديال الشوكولاط من الفوق، حاولوا تشدوها غير من الجوانب ديالها وحطوها في الكويغطات. شوفوا معايا شوفوا معايا، كنجبدها من السيليكون نيشان نديرها في الكويغطات ونحط. حليوه كتوجد في رمشه عين. وكيف ما قلت لكم الحليوه ديال اللوز اللي قدامكم غنشاركها معكم في الفيديو اللي من بعد من هذا. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديالي ديال اليوم وتجربوا هذا الرخامه وغادي تشكروني عليها، لانكم صافي حيدتوا ديك المشاكل ديال الرخامه والتقطاع ديالها. هاد السيليكون غادي يهنيكم. الطريقه اللي وريتكم حتى هي كتجي رخامه رخامه، يعني ما كاينش شي فرق ما بينها وبين الرخامه. غادا نفتح معكم واحد الوحده باش تشوفوا الحشوه كيفاش كتبان من الداخل. وحتى الشوكولات ما كيكونش واحد الطبقه سميكه، كيجي معتدل، كتجي الحشوه كاينه الحشوه لداخل. كاين واحد الطبقه صغيره ديال الشوكولات لتحت وطبقه صغيره ديال الشوكولات الفوق. والحشوه تبارك الله ما شاء الله راه كاينه. والمذاق ديال الرخامه فوتوكوبي، غير هي رخامه بريستيج كتحمر الوجه. كتجي في البلاطوات، كتجي في المناسبات وفي الاعراس لانك كتحمر الوجه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.